السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده النادي الاهلي بيفتتح مشواره في الدوري بتعادل ايجابي مع مودرن سبورت 2-2، بتعادل بطعم الخساره طبعا، وتعادل لا يوحلك باي شيء مطمئن على الاطلاق يعني تعادل يخليك تخاف على الموسم كله بصراحه. لان القصه مش قصه لعيبه ولا قصه سكواد، انت عندك اتقل سكواد في افريقيا. دي اول نقطه لازم نبني عليها اللي جاي كله. انت عندك سكواد محدش يتحجج تاني، يعني مثلا كولر كان بيقول لك انا عايز لاعب الفلاني في المكان الفلاني، لا يا عم انا جبت لك كل متطلباتك. ما اعتقدش النادي الاهلي عنده ضعف في اي خط من الخطوط. فدي اول نقطه بس عشان نبني عليها الكلام اللي جاي. تاني نقطه، انت مشكلتك النهارده في مدير فني، انت مشكلتك مش في الملعب ولا مشكلتك انت مشكلتك النهارده مدير فني. مدير الفني حاطط تشكيل بادي على قفشه، يعني انت بسم الله الرحمن الرحيم بدايه القصيده الكفر، انت باني على قفشه. هو في حد يعمل تشكيله كامله انك بتبني على اللاعب رقم 10 بتاعك يكون قفشه؟ طب ازاي؟ يعني اديني عقلك. طيب هو عماد النحاس فين؟ ما هو يا جماعه بصوا، المدرب المصري اللي موجود في الجهاز ده، ما هو لازم ينقل للمدرب اللي جاي جديد. قلناها بدل المره 1000 مره، المدرب المصري وظيفته بينقل للمدرب الاجنبي طريقه لعب الفرق. الفرقه دي تقيله، لا الفرقه دي مش تقيله، لا الفرقه دي ننزل نهاجم عليها، الفرقه دي ننزل متحفظين قدامها. هي دي وظيفه المدرب المصري. هو انا حاطه في الجهاز ايه يعني؟ حاطه ينقل لي اخبار؟ حاطه عصفوره يعني؟ لا طبعا. وظيفه المدرب المصري انه بينقل الافكار. حلو حلو، لان طبعا الراجل اللي جاي لك ده لسه جاي على الله حكايته. طيب بدانا الماتش تشكيله زي الخرا. نيجي بقى وظيفتك انت كمدير فني تظبط الدنيا في الشوط الثاني، او تظبط الدنيا في التغييرات بتاعتك عموما. رايح انت تعمل ايه؟ طب قفشه سحبت، نزلت مين؟ طيب رايح نزل طاهر، انا مش فاهم يعني انت رايح تدخلت زيزو في العمق، فقدت 90% من قوه زيزو على الاطراف، رايح تنزل لي زيزو في العمق وبتضم برضه تريزيجيه للعمق، برضه مش فاهم يعني تريزيجيه ايه وزيزو ايه اللي في العمق؟ طريقتك على عيني وعلى راسي والله، بس الطريقه دي مش حلوه. يعني ايه تدخل لي الوينجين بتوعك في العمق وتطير هاني وكوكا؟ دول مش ارنولد وروبرتسون عشان تطيرهم لي والله. يعني انت العب بالعقل والمنطق. دي نقطه. تاني نقطه، ليه ديانج بره؟ ليه ديانج؟ يعني هو ديانج ده مغضوب عليه؟ ده ديانج مش عايز يجدد مخصوص عشان بيقول لك انا هاخد دقايق لعب ثابته في الموسم اللي جاي ولا لا؟ حرفيا الراجل مقلق من حته ان هو هياخد دقايق ولا لا. ليه ديانج قاعد؟ طب لو قاعد ديانج يقعد لمين؟ والله العظيم ما يقعد غير لمروان عطيه. طب مروان عطيه موجود يبقى ديانج ممكن استفاد بيه تغيير. طب لا ده ولا ده موجودين، العب بكوكا. ليه احمد رضا؟ ما يغركش الجول على فكره، انا ما بتكلمش في بص، دي ضربه ثابته. غير كده انت النهارده زي الزفت في كل خطوط الملعب، مفيش ربط، مفيش اي حاجه بتتعمل، مفيش بيلدينج اب، مفيش اي حاجه حلوه. اللهم الا زيزو عمل لك كورتين لولا كده، ما صباح الفل. يعني لولا زيزو النهارده كنا اتشلحنا.